السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انتم في الحديدي اجمل واحد في مصر، وده فيديو بيضحك. عارف لما يبقى عندك موزه سودا وسط الموز الاصفر الكتير فبترمي السودا؟ او عارف لما يبقى عندك عيش طلع عليه الوان فمعناه انه معفن فبترميه؟ طيب ان شاء الله النهارده هنتكلم عن العنصريه. هي ايه العنصريه دي؟ العنصريه دي هي انك تحكم على واحد من مظهره. يعني يبقى واحد تخين مثلا فتقول له ايه، او شفت واحد اسود في الشارع مثلا فقلت عليه زنجي، او واحد مثلا لابس اصفر في برتقاني بيلم كنزات فاضيه واقعه على الارض فتفتكره بيلعب في نادي الشمس. هي الحاجات دي كلها حقيقيه، بس انت ما ينفعش تقولها بصوت عالي. يعني انت المره الجايه لما تشوف واحد تخين في الشارع قول له كده يا تخين. والعنصريه زمان دي ما كانتش حاجه موجوده. يعني انت لو رجعت بالزمن 100 سنه مثلا شفت واحد تخين في الشارع وقلت له ايه تخين، هيقول لك امرني يا افندي شويه اوباش، تحب اطلب الاوتوموبيل؟ احنا بس اللي جينا من بتاع 60 سنه كده وقلنا ايه ده، العنصريه دي زباله قوي يا اسطى. مارتن لوثر كينج قال انه خير اللهم اجعله خير، حلم ان هو عايش في دنيا مفيش حد بيحكم على حد من مظهره. والحقيقه يعني اللي هو حلم حلو فشخ، حلم جميل قوي. الجميل في الموضوع ان هو حقق الحلم اللي هو حلمه ده. انا الاحلام بتاعتي بنت وسخه، الاحلام بتاعتي زباله. اخر مره حلمت ان انا عربيه كبده، مش بشتغل على عربيه كبده، لا انا عربيه الكبده وفي حد شغال عليا. البرونونس بتاعي كان هاو. انا بس مش بيضايقني غير ولاد اللي بيحاولوا يحسوا انهم بني ادمين احسن على قفايا. يعني انا مثلا ابقى واقف مع الزبال بنتناقش في سعر الكنزيه الفاضيه دلوقتي بكام، فاقول له ماشي يا عم احمد يا زبال هبيع الواحده في 3 جنيه، فتبقى بنت كام عدام من جنبي تقول لي زبال، انت اللي زبال. اسمه الراجل بيساعدنا في تجميع الزباله. ما هي يا بنت هم الناس اللي من زايد مقتنعين لو انت قلت الست اللي بتساعدنا في اي يبقى انت كده قضيت على العنصريه، يبقى كده مفيش عنصريه، يبقى الست اللي بتساعدنا في تنظيف البيت مش اوفندد. يا نورة اللي بتساعدينا في تنظيف البيت مساحه كويسه. انا شايف ان هي انت بس انت بتطول الجمله. يعني انت حرفيا ما عملتش اي حاجه، انت بس بتطول الجمله. بيفكروني بنفسي وانا بكتب موضوع تعبير. ثم نظر اليه السايس، اقصد الراجل ابن الوسخه الزباله اللي امه بتجيلي تدفع لي باركنج 10 جنيه عشان تركن عليه. في عنصريه موجهه على الايتام. يا جماعه ملاجئ الايتام دول محرجين قوي، اصلهم عاملين مكان يعني بيستقبل الايتام وكاتبين فوق ملجأ لايتام المعاقين وذوي الهمم. معرفش يعني، بس ممكن يبقى طفل جوه مثلا مش عارف ان هو يتيم، يطلع بره يشوف اليافطه ايه ده، هو انا يتيم؟ ايه ده؟ والعنصريه او التنمر بيبقى على اي حد مختلف عنك، باي حد غيرك. يعني مثلا الغني بيعنصر على الفقير، والفقير بيعنصر على الغني، والغني والفقير بيعنصروا على الطبقه المتوسطه. اي حد معدي بيطرطر على الطبقه المتوسطه. مش فاهم بصراحه. يعني الناس اللي عايشين بره البيض شايفين نفسهم احسن لمجرد بس ان هم بيض. يعني حرفيا السمر احسن بكتير. يعني حرفيا محمد منير غنى لذوي البشره السمراء. هو يعني هو كانوا بيعايروه يعني ان هو اسمر، بس يعني مجهود يذكر فيشكر. والعنصريه موجوده في حاجات كتيره قوي في حياتنا. العنصريه مثلا موجوده في الشطرنج هي لعبه متكونه من لونين ابيض واسود. تقدر تقول لي مين اللي بيبتدي، الابيض ولا الاسود؟ الحقيقه انا مش عارف، عشان الشطرنج لعبه بنت انا عمري ما فهمتها، مش فاهم الناس بتلعبها ليه. كل اللي اعرفه ان في ملك ووزير وحصانين وفيلين باين، تحسوا جيش ابرار الحبشي. وخدت بالي ان في ماتشات الشطرنج بيبقى في بقى الناس اللي بتشجع الشطرنج بيبقى كلهم رجاله عواجيز وعاملين التراس الشطرنج، وفي راجل عجوز بيقوم وسط المدرجات وبيقول كل الناس بتقول يا رب. الناس بقى تقعد ترد تقول يا رب، كلهم بيدعوا الماتش يخلص علشان لعبه بتزهق. ده الامبريشن بتاعي لواحد بيلعب شطرنج في حد عاكس صاحبته. ماشي، هو بيبقى انا بس هو بيبقى واحد واقف، هو بيبقى واحد ماشي في الشارع فواحد بيعاكس صاحبته. مش فاهم ازاي ممكن حد يعاكس صاحبة واحد بيلعب شطرنج. يعني اكيد بنت، يعني مش يعني ربنا ما بيديش كل حاجه. يعني اكيد ربنا مش هيديه الذكاء وكمان نسوان يعني. المهم يعني فواحد بيعاكس صاحبته، فالراجل بتاع الشطرنج ده بيبص للراجل اللي عاكس صاحبته بيقول له ايه ده، ايه القرف اللي انت بتعمله ده، ولما اجي اكشم لك على وشك دلوقتي، ولما اجي اكش ملك على اورتك اللي ممكن العب عليها جيم بوليت دي. وبعد كده بيدوس على البتاع بتاعت السرعه دي بحيث ان هو يدي للشخص اللي قدامه فرصه ان هو يرد عليه. بس انا للاسف ما عنديش البتاع اللي هي بتاعت الشطرنج دي، فاضطريت اشرح ال ده يعني.
العنصريه على الستات بصراحه انا مش فاهمها، يعني مين الهوموسيكشوال، مين البني ادم الهوموسيكشوال اللي يعنصر على حد جميل زي البنات يعني، الا لو كان شاذ طبعا. وفي ناس بتكره، يعني هم في ناس بقى هم مش عنصريين، هم بيكرهوا العنصريه فشخ، بس هم بقوا عكس العنصريه لدرجه مؤذيه فشخ. اللي هي مثلا في جمعيه حقوق التخان باين او حاجه كده، اللي هم بيقولوا للتخان افضلوا يا جماعه التخان عادي، يا جماعه افضلوا تخان عادي، خليكوا يا جماعه تخان، ايه المشكله؟ سيب السندوتش يا ابن المثل بتاعي، افضلوا تخان يا جماعه، ايه المشكله يعني؟ مبدئيا لا، هي اسمها السمنه المفرطه وده مرض. السمنه المفرطه ده مرض، يعني هي العنصريه بتبقى على حاجات انت مش بتتحكم فيها. السمنه المفرطه دي مرض. يعني تخيل مثلا صحينا الصبح لقينا واحد بيقول جماعه حد خد باله ان مرض الكانسر ده جامد. انا شايف بصراحه ان اي حد تخين ما مرش بعنصريه في حياته، عشان دي حاجه انت تقدر تتحكم فيها، دي مش حاجه غصب عنك. يعني هو في ماشي ناس بيبقى غصب عنهم، بس دي نسبه قليله، نسبه قليله قوي. انما هو واحد امه بتاكله زي خرب ان هو صغير، يبقى امه السبب. انا مش عارف. يعني مثلا لو في واحد صاحبي اسود جالي وهو بيقول لي يا توفيق الحقني، في شباب بيقولوا عليا اسود على اول الشارع، هاخده في حضني واقول له في ايه يلا، تزعلش، انت في نظري ابيض والله، تزعلش، هما اللي سود. بس واحد تخين بيقول لي ان هو بيتعرض للتنمر، لا يا اسطى انت ما بتتعرضش للتنمر يا اسطى، انزل الجيم يا اسطى، سيب السندوتش من ايدك يا اسطى، اعمل ايه يا خرا؟ انت فين انت؟ بلدك فين انت؟ فين بلدك انت؟ عادل امام. بحس الوحيدين اللي احنا ممكن نعنصر عليهم عادي من غير ما حد يتضايق هم الاطفال الصغيرين. يا جماعه حد خد باله ان الاطفال دول حاجه في العالم. بجد انا بكره الاطفال والسياس، انا ما بكرهش اي حاجه تانية في حياتي. مره طفل دخل على مراته لها بتخونه وقعد يعيط. انا عايز افهم برضو ليه ليه الناس فاكره ان شغلانه الست اللي بتساعدنا في تنظيف البيت دي شغلانه اوفنسيف. هي اوفنسيف بالنسبه لمين؟ ما انت بتروح للدكتور وبتقول له يا دكتوره، بتضايق ما بتقولش للراجل اللي بيساعدنا ناخد بنج، بتروح للمهندس بتقول له هندسه، مش بتقول للراجل اللي بيساعدنا يعني انا عمري في حياتي ما شفت واحده خدامه بتقول لا انا مش خدامه، انا الست اللي بتساعدكم في تنظيف البيت. الوحيدين اللي شفتهم بيقولوا لا اسمها الست اللي بتساعدنا في تنظيف البيت بيبقوا الستات اللي هم متجوزين رجال اعمال عندهم ضعف جنسي وقاصين شعرهم، اسمهم كارين، ومعاها عربيه ميني كوبر، تنزل تمشى في نادي الجزيره كل يوم الصبح، معرفش بتعمل ايه، بتقعد مع صحابها بيقعدوا يضحكوا على نخب وما بيضحكوش، يعني ما اعرفش هم بيقعدوا ساكتين مع بعض. كلمه الخدامه بالنسبه لهم حرام، ومسميينها الخ وورد، حاجه كده عامله زي بره الان وورد بره. حقيقي يعني بقى انا مش عايز استخدم معاكم الزين وورد بتاعتي بقى. الزين وورد عندي زنجي مانجا. المشكله ان العنصريه موجوده في كل حته، الفرق بس هي بتتقال فين. يعني انت اللي رحت نيجيريا مثلا وقلت يا اسود، تلاقي كل الناس بترد عليك هناك. الحقيقه انا مش عارف انا رايح بالمعلومه دي فين. والعنصري بيختلف اسمه على الحاجه اللي هو بيعنصر عليها. يعني مثلا الراجل اللي بيعنصر على الشواذ بيبقى اسمه هوموفوبيك، الراجل اللي بيعنصر على الناس الترانس بيبقى اسمه ترانسفوبيك، الراجل اللي بيعنصر او بلاش الراجل، الست بقى اللي بتعنصر، الست اللي بتعنصر على الناس التخان بيبقى اسمها فاتوفوبيك باين او حاجه. وانا ما اعرفش كتير يعني، بس اللي اعرفه ان كلمه فوبيك دي جايه من فوبيا اللي هي خوف، وانا مستحيل ابقى خايف من حد وعنصر عليه. يعني انا مثلا مستحيل عمري في حياتي مثلا ما عنصر على بلطجي ماشي في الشارع ماسك سنجه، لا يا اسطى انت راجل، انت ايه الجمال ده؟ ده ايه يا عم؟ دي سنجه جديده دي، ده ايه يا عم؟ جايبها منين؟ السلام عليكم، انت ما بتعمليش حاجه لو سمحت. يعني انا مثلا ممكن اترعب فشخ لو لقيت واحد شاذ بيجري عليا وهو ماسك سنجه وبيقول حلال حلال، او لا ده شاذ صح، حلال حلال. ما اعرفش يعني الشباب بيتكلموا ازاي يعني. وزمان كان في عنصريه بس الناس كانوا متقبلين الموضوع ده عادي. وحوار ان حاجه كانت عادي زمان ودلوقتي بقت بنت كده، حوار عامه مرعب. يعني تخيل مثلا كمان 100 سنه ممكن بقى يبقى الذكاء الاصطناعي ده بقى احنا كنا كل ده بنعامله معامله بنت وسخه، بنقعد نقول له بقى خد ترجم لي دي، خد اكتب لي جواب للاتش ار عشان عايز استقيل، خد بقى ردع لي البيبي. تخيل بقى الذكاء الاصطناعي بقى يجي بقى تشات جي بي تي 4 يقول اي هاد دريم بس بالمورس كود. ولو شفت الذكاء الاصطناعي ماشي في الشارع ما ينفعش تقول له الاي اي وورد علشان دي كده عنصريه. ومن زمان قوي احنا بنعنصر على الصعايده. احنا حرفيا التاريخ يعني انت لو كتبت كلمه نكت، غير طبعا ممكن يطلع لك فيديوهات 6، بس كتبت نكت هيطلع لك نكت صعايده، مع ان نكت الصعايده دي عمرها ما كانت بتضحك. يعني نكته الصعيدي مثلا اللي حب واحده فاتجوز اختها عشان يفضل جنبها على طول،
دي مش بتضحك. يعني مثلا نكته الخمس صعايده اللي كانوا عايزين يعملوا 3 صم، دي مش بتضحك. يعني مثلا نكته الصعيدي اللي كان بيلعب شطرنج، انا بصراحه مش عارف بقيتها، بس تخيل حد صعيدي بيلعب شطرنج. بصراحه يعني هو بصراحه يعني كل النكت دي بتضحك يعني، بس انا خايف اتريق على الصعايده فيروحوا يكسروا وش لميس الحديد. ومش كل عنصريه وحشه، في عنصريه جميله. يعني انت بيبقى جواك حته عنصريه صغيره قوي كده عشان تعرف تفرق ما بين واحد فقير وواحد عادي. يعني انت مثلا بيبقى معاك اكل او بتبقى عايز تطلع مثلا تدي حد فلوس مثلا، فانت بتبقى في حته عنصريه جواك كده، بتعرف ان الراجل ده فقير فهو محتاج فلوس. حد فاهم؟ انا مش عارف حد فاهم ولا مش حد فاهم. يعني انت بتبقى عارف ان الراجل ده، يعني انت بتبقى حاسس الراجل المحترم اللي هو قاعد على الرصيف مالت ده، انت بتبقى حاسس ان هو انت ممكن تبقى فقير لو سمحت حضرتك فقير. وهو ايه اصلا اللي بيخلي الشخص العنصري عنصري؟ يعني ايه السبيكترم بتاع العنصريه؟ في المركز الخامس عندنا الشخص العادي، الشخص الديفولت، الافريج ياسر، اللي ما بينزلش مراته في الشغل عشان عيب، عشان الست مكانها المطبخ، فاكر نفسه متجوز ديش ووشر، وعنده انسكيورتيز. يعني اللي هو لما يشوف مراته بتتكلم في التليفون بيقول لها مين بتكلم مين؟ انت بتكلم مين؟ ندى مين؟ حلوه. في المركز الرابع عندنا الراجل اللي ساكن في السادس وبيعنصر على اي حد تحتيه، بيكلم بقى الوتر وحش، خانق مع محمود اللي ساكن في الدور الخامس. الكهرباء بيجي بيتخانق معاه، الراجل بيلم فاتوره الكهرباء ده بيجي بيتخانق معاه، بتاع الكهرباء ده بقى يتضايق قوي، اللي بيلم فاتوره الكهرباء ده يتضايق قوي بقى، بيقعد يشتم بلغه العداد، تك 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 تك. بصراحه يعني دي نكته جميله. في المركز الثالث عندنا الخمارات اللي في زايد، اللي ما بيدخلوش اي حد حاطط حاجه على دماغه. الفنان عصام كاريكا هناك كل ما يروح هناك بيتخانقوا معاه، ما بيدخلوش اي حد لابس باروكه عشان دي تكنيكلي ما بيدخلوش اي حد لابس باروكه عشان دي تكنيكلي هي الكلمه دي صح. ما يدخلوش اي حد لابس باروكه علشان ده تقريبا حجاب طالع له شعر. الحجز باسم مين يا فندم؟ ليلى. اهلا وسهلا يا فندم. في المركز الثاني عندنا هتلر، اللي كان بيعنصر على اي حاجه مش بيضه، عنده فتش اللون الابيض، كان بيمارس العاده السريه على ماتشات ريال مدريد. لو فتحت له اعلان لبن المراعي بتجنن. الفنان سامي العدل بالنسبه له كان يعني شوق ولا الدواء. المركز الاول عندنا اي حد الاف واي بي بتاعه مليان فيديوهات داون سيندروم، باشا البلد. مش حقيقي يعني، انا مش هتكلم اكتر من كده. وفي كمان اللي هي العنصريه اللي على النت، اللي هي اسمها باين سايبر بولينج. انا كنت فاكر دي في الاول اللي هو لما صاحب السايبر ما رضاش يدخل حد اسود يعني. بس كده يا جماعه، دي يعني كانت حلقه كده يعني خفيفه عشانكم بجد يعني، فلوس اليوتيوب بس. يعني اتمنى كلكم تكونوا اتبسطتوا. ما تنساش تعمل لايك و ما تعملش حاجه. انا توفيق الحديد، ده كان فيديو بيضحك. نهاركم بيضحك.